سلام على كل توين تربوية. ده فيديو جديد. انا عارف ان احنا بقالنا كتير ما ظهرناش على القناة. يمكن اخر فيديو كان من 9-10 شهور ولا حاجة. السنه اللي فاتت. ففي ناس كتير دخلت على القناة ما تعرفش ان احنا اتنين توأم، مع ان اسم القناة برضو مسمينها توين تيربو علشان كده في واضحة. اسئله جت هنجاوب عليها. واضحة جدا يعني. فقلنا نطلع نتكلم معاكم كده شوية. احنا بنحب اصلا نوع الفيديوهات ده، بس نوع المحتوى بتاعنا بيبقى في الاغلب فويس اوفر، فما بنظهرش كتير بنفسنا. ممكن بس يمكن بتشوف لنا صور او فيديوهات على الانستجرام، بس ده مش العادي بتاعنا يعني. فخدنا بالنا كمان ان احنا انشغلنا قوي في الفيديوهات، عمالين نكتب سكريبتات وافكار فيديوهات وكده، ونسينا ان احنا نعرض درع اليوتيوب معاكم، مع انه واصل من تقريبا كام عدينا ال 100,000 بحبه حلوين. الفيديو ده بيتصور على 127,000 سبسكرايبر. الدرع واصل من 6 شهور تقريبا. حبه حلوين من اول السنه اللي تعالى فاتت. تعالى نتفرج عليه كده معاكم. انا عارف انت شفت انبوكسنج كتير جدا ليوتيوبرز. نسكيب بقى كل الكلام ده. عادي، انا هوريك الدرع على طول. الورقه التعبانه اللي بيبعتوها دي. تعالى كده. ريكوجنايز يور تيم. ماشي يا عم. انا عارف انت ممكن تكون شفته على الانستجرام، احنا نزلناه ستوري هناك وفي الايفنت اللي رحناه، لكن على اليوتيوب نزلت بوست على الكوميونتي برضه، لكن ما نزلتوش في فيديو كامل كده ليه. انا الصراحه بحب اتفرج على كل اليوتيوبرز اللي بينزلوا فيديو الانبوكسنج ده، بحسه حلو. فهو ده يا سيدي لذيذ يعني، مش احسن حاجه، بس في حاجه تانية احسن. بس لذيذ. هو الدرع ده حقيقي مش بتاعنا، الدرع ده بتاعكم انتوا اللي دعمتونا من زمان جدا خالص. توين تيربو دلوقتي بقى لها 3 سنين، بقى كتير بنعمل موضوع اليوتيوب. خلتنا نوصل لحتت بعيده في حته العربيات يعني. تقريبا 300 فيديو اتكلمنا في حاجات كتير قوي، انا اصلا ما كنتش اعرف انها موجوده في عالم العربيات ده. فزي ما بقول لك الدرع ده بتاعكم انتوا ليكوا يعني، حاجه انتوا جايبوها لنا وهنخليها معانا. بس تعالى نتكلم شويه كده في الاسئله اللي جت على البوست بتاع الكوميونتي. نقعد بقى ايه، ممكن الفيديو ده يبقى طويل فعادي بقى. احنا مصورين الفيديو ده مخصوص بالليل عشان نبعد عن الشمس والحراره والكلام ده. احنا اجلناه كذا مره، اللي احنا كنا عايزين نصوره في نور الشمس بيدي جوده احلى للفيديو. ما وراناش حاجه. بس في القاهره بقى لنا كده اسبوعين درجه الحراره الصبح على الظهر والعصر 40، فمش هتحصل ابدا ان احنا نصور الصبح. فقلبنا السيت اب كده بالليل، فاهم، بنمشي حالنا. واعتقد ان هو مش متوسط يعني، مش اوحش حاجه. في اسئله كتير متكرره، خلينا نبدا بحبه منهم. في الاول ليهم علاقه بالاخ الدرع ده. ليه بدانا اليوتيوب وليه اخترنا المحتوى بتاع العربيات؟ مارو بيقول ايه سبب بدايتكم في مشوار اليوتيوب واشمعنى اخترتوا المحتوى ده؟ هو ده اللي بنتكلم. سؤال يفتح ذكريات قديمه كتير مارو قوي. جيمنج. الموضوع بدا كله في الكورونا. انا فاكر 2020 القناه دي بداناها يوم 30/6/2020. بدا عدت 3 سنين بالظبط. 3 سنين وشهر وشويه. بداناها في قمه الكورونا. حلقه كانت رهيبه ساعتها، كل حاجه قافله، كل حاجه ما بتفتحش بالليل. كمان كان في مصر في حظر بعد الساعه 9. محبوسين فتره كبيره في البيت، شهر ونص تقريبا، شهرين. انا فاكر اول 50 يوم من اللي هو الكارانتين ده، لما كان بيتعمل في التلفزيون 50 يوم كاملين كنا قاعدين في البيت ما بننزلش نشوف نور الشمس حاجه. في جمله بحبها تحس هي اللي خلت الموضوع ده يحصل. بيقول لك الابداع بيجي من الملل. بقول لك احنا فضلنا تقريبا 60 يوم محبوسين، معكش حاجه غير الموبايل وشويه الاخبار اللي هي السيئه والسلبيه اللي بتيجي على التلفزيون. كل شويه بتتعاد ومحدش اصلا فاهم حاجه ومحدش عارف ايه اللي جاي. حاله ملل رهيبه. فانت لازم تخترع حاجه، هتعمل حاجه في الموضوع ده يعني. فاحنا كنا كل اسبوع ولا حاجه بننزل نقعد حوالي ساعه ساعتين نلفلف بالعربيه. يعني العربيه كانت هي الفسحه اصلا. احنا لوحدنا ما بنقابلش اي حد بقى ما انت خايف اصلا، انت مش فاهم حاجه. فبنلفلف. وبعدين جه في مره في شهر 6 30/6 اخر 6 لقيته باعت لي نوت على كاتب نوت على الايفون كده، نوت طويل قوي. انا لسه معايا النوت دي لحد دلوقتي. بيقول لي عايزين نعمل شانل على اليوتيوب نتكلم فيها على العربيات. اي فكره هتتقال في الفتره دي يعني اوكي شغالين فيها، مش هنقول لا هنجرب. وانا فاكر ساعتها انت رديت عليا وقلت لي ايه بالظبط؟ قلت لي ماشي، بس اهم حاجه نعمل فيديوهات حلوه. ما عندناش اي فكره احنا هنعمل ايه ولا هنعمله ازاي، ولا في خطه ولا في اي حاجه حرفيا يعني. بس احنا متابعين. احنا اليوتيوب اصلا ده اكتر بلاتفورم كسوشيال ميديا بنتفرج عليه، اكتر بكتير قوي من الفيسبوك، واكتر من ما بنتابعش تويتر، واكتر من انستجرام كمان. انستجرام ده جه مؤخرا يعني. احنا عارفين الكونتنت بتاع العربيات بيتكلم على ايه. معظمها بتبقى فلوجز، بالذات الحاجات اللي بره بتبقى برودكشن عالي قوي قوي. فكل اللي احنا نقدر نعمله، كل اللي في امكاننا يعني، احنا نتكلم على العربيات نفسها، حتى لو هي مش معانا، حتى لو احنا ما شفناهاش، حتى لو ما عندناش فكره الشعور بتاع القياده بتاعت العربيه عامل ازاي. المهم هنتكلم وخلاص. هعرف اعبر لك عن اللي انا حاسه فعلا عن موديل معين، عن موضوع معين. ومع الوقت زي ما قلت لك اتفتحت لنا ابواب كتير قوي احنا ما عندناش فكره عنها خالص اصلا. لسه في حاجات تانية هتيجي في فيديوهات هتفهم انا اقصد ايه يعني. الفكره كانت بسيطه قوي، كومنتيتور على كونتنت عربيات، حاجه احنا مش بنفهم فيها بس بنحبها، ومع الوقت هنفهم نفسنا فيها. انا فاكر اول فيديو قلنا هننزل خلاص تاني يوم نصور، كنا بنسجل في العربيه. انا فاكر النوت كانت طويله قوي، كان فيها كاتب فيها كل حاجه، التايتلز، هنتكلم على الشركات، على موديلات،
على كاركترز كانت فاكر قبل كان ما- فيديو ايه اللي كان اول واحد؟ قبل كان على الاي 8. وقفوا الانتاج بتاع الاي 8 بعد ما عملوا 20,000 عربيه على العربيه. ما خدتش كتير يعني، بس كانت عربيه مشهوره قوي في وقتها قررنا كشكل ساعتها حتى. هي دي اللي ايه هنبدا بيها الشانل. وما ما كانش فيه بقى لا مايك ولا كاميرا ولا اي حاجه خالص، احنا كنا بنسجل بسماعه مايك، والله ولا اعرف نوعه حتى. كنا بنسجل في العربيه بتاعتنا زي ما قلت لك، دي كانت فسحتنا، فبنقضي فيها وقت قد اللي بنقضيه في البيت تقريبا كنا يعني. ننزل نقف في العربيه نتكلم على كونتنت ليه علاقه بالعربيات يعني. حتى انا فاكر اول فيديو ده بالذات هو ده اللي كان ضحك قوي. ضحك جدا، إن ده احنا مش عارفين اصلا احنا الاثنين نتكلم زي كده في راس النمري مثلا في الفورمولا، اتنين مع بعض، ولا انا بس ولا هو بس، ولا مش ما فهمناش فكره بعدين بتعمل ازاي. احنا سجلنا الصوت، وبعدين مش ما عندناش في تصور اصلا الفيديو شكله هيبقى عامل ازاي. احنا قلنا هنذيع الخبر بتاع إن الشركه وقفت الانتاج وهنقول كام كلمه. قلنا ان كانت العربيه 3 سلندر اقوى 3. هنتكلم على الموديل بعد كده، وما كانش فيه طبعا بقى ايه لا سكريبتات ولا مايند مابنج ولا اي حاجه. احنا فضلنا كده اول 10 فيديوهات بس كان تقريبا. في حماس رهيب الصراحه يعني. كل اسبوع احنا كناش بننزل كل يوم. كنت بقول له هننزل نتكلم على ايه في العربيات. مره يجي يقول لي نتكلم عن مواتير في 8، نتكلم مش عارف على اورس، نتكلم على الابواب، شكل الابواب. فكان في حاله حلوه الصراحه من حته العربيات دي. تعالى نسكيب كده. هي فضلت كده اول 6 شهور تقريبا، حتى التفاعل ما كانش كبير قوي يعني. الفيديو اللي كان بيجيب 100 فيو ده كنا بنديله تعظيم سلام يعني. فضلنا كده حبه لحد بقول لك عدى 6 شهور. في فيديو كده عملناه، كنا بنتكلم على اقوى عربيات موجوده في مصر، مش عارف بورش جي تي 2، اقوى 5 كان 5 فيراري، لامبورجيني، كذا نوع كده. كان فيديو صغير جدا 3 دقايق باين حاجه كده. فالفيديو ده فايرال جامد قوي، فالقناه عادت 1000 سبسكرايبر، وتوالت بقى الموضوع من 1000 ل 10 دلوقتي داخلين في 130 تقريبا. سواء في البدايه الموضوع كان غريب علينا، لان احنا طول الوقت متعودين احنا نتفرج على اليوتيوب. لما تخش بقى من الناحيه الثانيه من ورا ككريتر، الموضوع كان غريب قوي. ان انت مش فاهم انت عايز تعمل ايه عشان يفرقع ويضرب. مش عارف اصلا الناس عايزه تتفرج على ايه. انا فاكر في الاول كان كام اول اسبوع دخل معانا 15 واحد. ده كانت هيصه مين دول يا جماعه؟ حتى اصحابي ما كانوش بيعملوا لي سبسكرايب يعني. جروب الواتساب كان فيه ناس اكتر من كده. اي حد ما بيحبش العربيات ملوش في الكلام ده سبسكرايب خالص. فتلخيصا ليه نوع المحتوى ده بالظبط؟ لان هو ده اللي احنا نعرف نعمله. انا ما اعرفش اجيب عربيات اصورها، ما عنديش ميزانيه اصلا ان انا انزل اصور في حتت، ما فيش اصلا ميزانيه ان انا اجيب كاميرا ومايك كويس اسجل بيه. ده دلوقتي الوضع ما اتحسن كتير قوي عن زمان يعني. وعشان هو ده اللي اقدر اعمله من على اللابتوب، بنزل برنامج واجمع فكره كده واعملها مونتاج سريع وبس كده. بس ده كرد على ليه نوع محتوى العربيات. ليه النوع ده؟ ليه عربيات عامه، ليه بتحب العربيات عامه؟ دي قصه كبيره قوي. حاجه انت بتتولد بيها كده. انا اعتقد يعني ما فيش حد كولد ما بيحبش العربيات. حاجه انت بتشوفها في الشارع في كل حته، وبالذات بقى الجزء اللي هو السبورت كار والسوبر كار والاكزوتكس، شكلهم ملفت جدا، مش هنضحك على بعض. لا حقيقي، حتى لو انت مالكش في العربيات خالص يعني لازم هتلفت نظرك العربيات الجديده دي. العربيه دي فيها تفاصيل وفيها هندسه، وقد ايه هي غاليه. كونك عرفت قد ايه غاليه بتخليك ترجع كده تشوف هي ليه غاليه يعني. هتلاقي قصص. مصعب الفاوندر بتاع عرب جي تي دايما مره قال جمله حلوه قوي. قال لك اكتر برودكت معقد فيه تفاصيل كتيره جدا جدا من ناحيه تصنيعه والتفكير فيه والهندسه بتاعته هي العربيه. صعبه قوي يعني. ممكن تلاقي حاجات ليها علاقه بالتكنولوجيا، سواء اجهزه او ادوات كهربائيه وكده فيها تعقيدات، بس التطوير نفسه والرحله بتاعت العربيات قصه ستوري تيلينج رهيبه فيها يعني. وزي ما انت قلت في الاول، انت ممكن اصلا في يومك العادي تنزل تشوف عربيات اكتر من البني ادمين. تلاقي عربيات حتى لو راكنه في الشارع. وبعدين الموضوع ده زاد قوي كمان لما احنا نقلنا البيت بتاعنا. احنا ساكنين هنا في القاهره، لو انت مش من مصر، نقلنا لمنطقه تانية. في المنطقه دي منتشر فيها العربيات اللي زي ما تقول سوبر كارز اكتر. احنا من 3 ايام كان في معرض جنبينا هنا، جات له تحميل على تقيل يعني. اورس برفمانتي. انا اول مره في حياتي اشوف عجله بتاعت عربيه تعجبني كده. جنط عريض جدا كبير جدا. هو الجنط بتاع الاورس معروف اصلا 23 انش. بقول لك في يومنا العادي بننزل بنحس كده ان احنا بنهنت السوبر كارز. وبعدين الصراحه هوايه لذيذه جدا. انا اعتقد الصراحه انها احسن هوايه ممكن اي شاب في البدايه كده في المدرسه في الجامعه تبقى دي هوايته ينميها. انا بشوف ناس على اليوتيوب بتبقى هوايتهم اللي هي النجاره. في ناس بتحب الفاشن، في ناس بتحب التك والكودينج والحاجات اللي هي بتاعت الكمبيوترات زي بيل جيتس كده كان بيحب السوفت وير. احسن حاجه فيهم من وجهه نظري انا يعني ان انت تبقى بتحب العربيات، العالم بتاع العربيات ده كله، بالسباقات، بالشخصيات،
بعربيتك انت الشخصيه حتى. وانت كونك بتتفرج علينا دلوقتي فانت اكيد موافقنا على كلام. فتعالى نخش على سؤال تاني بقى، كفايه كده كلام على المحتوى بتاعنا. في حد بيسال هل ليكم هوايات تانية غير العربيات؟ الحقيقه في كتير كمان، بس خلينا نختصرها في هوايه واحده هي بس. واحده. معزتها عندنا زي اقل من العربيات شويه صراحه. احنا بنحب السينما جدا 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 يعني. السينما كلها نفس فكره العربيات كده، ما وراء ما وراء وما اللي هو بوست وبري. الكواليس الاخراج كواليس والانتاج، الصناعه مرعبه يعني. الكتابه، السكريبت، ده عالم كبير قوي. واقول لهم برضو انها اتولدت برضو في الوقت بتاع كورونا. نفس الكلام. كنا بنبقى قاعدين في البيت مده طويله قوي بالظبط. بالليل، يعني الساعه ساعتين اللي بننزلهم بنعمل حاجه ليهم علاقه بالعربيات، لما بنرجع بقى بنقضيها افلام. فهو يتفرج على افلام، اللي يلاقي مثلا فيلم حلو قوي الباتشينو مثلا ولا حاجه يبعتوا لي، انا كذلك اتفرج على فيلم ابعته له. يعني انا اعتقد احنا اتفرجنا على افلام كتير جدا في الثلاث سنين اللي فاتوا كمان. في كمان. السنه كمان لا 2020 اتفرجنا على 1000 فيلم مثلا. في 21 برضو كترت قوي. كملت بقى خلاص، انت جمعت ان انا بحب انت عايز تعمل كده. انا كاتبها في السي في اصلا وانا بقدم مثلا على شغل او حاجه، بس في كاتب ان انا قوي جدا في حته السينما دي يعني. مش مجرد اللي هو زي ريفيور، لا في عمق في الموضوع اكتر. جات لنا مره اصلا فكرنا بس يعني ما عرفناش ننفذها لان ما فيش وقت حرفيا يعني. نعمل قناه افلام بس ما كناش عارفين هنعملها ازاي، ومع الوقت الفكره دي اتركنت على جنب يعني. قلنا نركز في حاجه واحده والاثنين بنحبهم، اخترنا العربيات. اكيد. في سؤال من ابو ضيف، اتمنى اكون قريت الاسم صح، بيقول لك هل هناك، ليها علاقه برضو بالحته بتاعت القناه اللي لسه ما خرجناش براها يعني. هل هناك توجه جديد من ناحيه افكار ومواضيع في القناه او مشروع ولو مجرد فكره قابله للتنفيذ؟ والله هو كان في افكار يعني بس دايما اللي بيحكمها الميزانيه. دايما احنا بنقول حتى في فيديوهاتنا كاش سكينج الجزء بتاع الماديات ده قوي جدا. كان بيقول لك ايه الستبس اللي جايه في القناه. احنا قلنا قبل كده في الفيديو اللي احنا قلناه في السنه اللي فاتت، اهم حاجه ان احنا نكمل، يعني كان احنا ايه اللي هنعمله نكمل. انت طول ما انت بتكمل انت بتتطور وانت مش واخد بالك يعني. لما برجع اتفرج على فيديوهات قديمه بحس كده ان في تغيير في الصوت شويه، في طريقه المونتاج، حتى في المواضيع نفسها وطريقه كتابه الفيديوهات. فاحنا مكملين، ده اساسي يعني. ناحيه هو بيقول لك لو في مشروع، حتى لو في فكره لتنفيذها، في مشاريع كتير قوي، بس هي واحده هي اللي كنا كل شويه نبقى هنبدا فيها وبعدين وبعدين نتراجع عنها. نصور كام فيديو كده نقعد نتكلم عليه، وبعدين نقعد نابجريد كده، ان احنا نعمل جو كارت نقعد نعدل فيها جامد قوي، لان الفكره مش وقتها يعني. مش وقتها، هي قابله للتنفيذ طبعا بس محتاجه وقت. وهي فلوسها مش كتير قوي الصراحه. المشكله السنه دي حقيقي، يعني انت لو مش متابع اللي بيحصل عندنا في مصر، ففي مشكله في الاقتصاد، مشكله كبيره قوي، والانفليشن او التضخم انت بيسمع عندك بعدها بيومين يعني. فالاسعار اترفعت جامد قوي. السوق بتاع العربيات عندنا سواء مستعمل الجديد، حتى لو هتشتري كاوتشايه، ده انت لو بتتكلموا في جزء ان انت تعمل بروجكت، تجيب مثلا عربيه قديمه وتسقط لها موتور، دي تعتبر لعبه. الميزانيه ضعفت بالظبط لو انت مش متابع يعني. لو عايز تعمل بروجكت عربيه وتظبط شكلها تغير جنود بقى وتغير شكمانات حاجه بسيطه يعني. حتى لو هتسابق بيها هكلف جامد الصراحه يعني. انت بتلعب، ده مش وقت اللعب الصراحه يعني. لكن اللي ممكن تشوفها فعلا قريب منها هي حته الجو كارت دي هتبقى مسليه اصلا اكتر حتى من انت تعمل عربيه كامله. رحله الصناعه بتاعتها بتعلمك اساسيات الميكانيكا. هنحاول نعملها الصراحه، لو انتم متحمسين ليها كمان اكتبوا لنا واحنا هنسرع من الموضوع يعني. في سؤال من احمد رزق بيقول مين هم توين تيربو، وايه السبب اللي خلاكم تبداوا يوتيوب؟ ده احنا جاوبنا عليه، الملل. وهل كنتم متوقعين توصلوا لكل ده؟ اكيد لا. خلينا نبقى بنتكلم بصراحه يعني. اولا احنا ما وصلناش لحاجه التيميت، مش حاجه بعيده قوي، مش الدرع الماسي هنا يعني. 100,000 عادي يعني بتحصل، وخصوصا ان المده طويله تعتبر سنتين، برضو سنتين ونص. لكن في البدايه تبان صعبه جدا. اول 6 شهور وقال لك الشانل فضلت ميته، ما حدش بيتابعها غير عدد معين قوي من الناس، هم اللي عشان الفيديوهات كانت بصراحه في الاول سيئه يعني. كون ان انت تتابع كونتنت كريتور بيطلع، انت محتاج تبقى انت بتحب قوي قوي العربيات، ولقيت حاجه في الشخص اللي هو بيقدمها عجبتك. فاحنا اول 6 شهور قبل ما القناه تتفعل او يبقى عليها 1000 سبسكرايبر وينزل عليها الاعلانات، من ساعه اللحظه دي اصلا اليوتيوب بدا هو اللي يشهر القناه من نفسه اورجانيك. احنا قلنا هنقعد من هنا لحد ما اللي هو الحجر الصحي ده يخلص. في كلام كده ان الكورونا هتخلص في الصيف، ان الحر بيقتل الفيروس شويه بيقعدوا ياجلوها. قلنا ده هيبقى ده الديدلاين بتاعنا، هنقعد نعمل فيديوهات كده لحد ما الدنيا تفتح، ونشوف ساعتها الارقام والنتائج. لو القناه بقت ليها وقت في يومنا حتى بعد ما الدنيا فتحت هنكمل فيها، وده اللي حصل اصلا بعد مده بدات فعلا كريسماس. فاكر لقينا القناه فيه اهتمام كبير قوي من ناس كتير قوي يعني. احنا اتطبق معانا اصلا اللي هو لو انت عارف اللي بيسموه اكسبوننشال كيرف، انت مع الوقت ما بتمشيش كده، انت بتمشي
فجاه بتلاقي الحاجه عليت جامد قوي، مش بتتضاعف، وهو بتتضاعف بطريقه رهيبه يعني. رهيبه في فيديوهات معينه كمان، فبتسحب الشانل كلها يعني. فهو اليوتيوب الصراحه كمنصه او كبلاتفورم عظيم جدا في حته المحتوى اللي هو بيجبرك ان انت تتطور من الاخر. احنا بنحب اليوتيوب زي ما بقول لك كده كمشاهدين، بره عن جزء صناعه المحتوى ده. دلوقتي منتشر جدا اللي هي الفيديوهات القصيره، التيك توك والريلز والكلام ده. كلنا عارفين ان النوع الفيديوهات ده مش مفيد، مش هيعيش. واعتقد ان هو مش هيكمل. هو دلوقتي بس عشان بيجيب انتراكشن عالي جدا جدا، فالناس عاجبها يعني، لكن هو مشتت جدا وبيأثر على دماغك اصلا، ويعني مش كويس. صعب قوي تشرح فكره عميقه بقى، وبالذات لو قصه طويله في اقل من دقيقه يعني. انت محتاج حاجه كده، فاهم، اللي هو تلفت نظر وخلاص. عامل مش زي أكتر. ترامب بيقول لك وي لاف بيبل اوف ناسكار، احنا بنحب اليوتيوب والناس بتوع اليوتيوب بنحب كمان. الناس بتوع اليوتيوب. فاجابت على احنا متوقعين ان احنا نوصل لكده، لا، بس هو زي ما اقول لك احنا لسه ما وصلناش حاجه في كبيره. البدايه ممكن نقول لا، بس في نص المشوار اللي هو خلاص احنا حطينا تارجت وكنا شغالين بطريقه معينه. زي ما اقول لك احنا فاهمين في اليوتيوب من قبل ما نخش اصلا كمشاهدين، ولما دخلنا قعدنا وقت كبير قوي عشان نفهم. فخلاص بقى عندك استراتيجيه، انت عارف انت هتعمل ايه عشان توصل. مساله وقت، وكده كده كنا هنوصل بعد ما خلاص عدينا نص المشوار. بدات تفهم فعلا، واحنا تقريبا ما بيعديش يوم اصلا لما بنعمل حاجه معينه للقناه، سواء نسجل او نمنتج، لازم كل يوم في حاجه تحصل للقناه يعني. حتى لو انت لقيت ان عدى اسبوع اسبوعين الدنيا اتاخرت معانا، مفيش فيديوهات بتنزل، احيانا بنعمل كده فعلا. كل يوم في حاجه بتتعمل للقناه يعني. طب ده خليني اساله لك انت. ممكن اعرف ايه رايك في السيارات الكهربائيه؟ نعملها بودكاست. والله ممكن. نقلب الكرسيين كده. لا قول وش قول في وش. بجد، ايه إيه رايك في السيارات الكهربائيه؟ عشان انا عارف جزء من رايك. انت متوقع ان انا اقول لك انها وحشه وانها أول سيئه بقى فاهم، واقعد اشتم فيها وكده؟ ده مش حقيقي. هاجمها جامد ده يعتبر تطور رهيب للصناعه. طبعا. الجو بتاع الفرق ده، ان انا مع الكهرباء، انا مع البنزين، مش انا صح. مع الهيدروجين، مش صح ومش هيفيد في حاجه ومش صح اصلا حتى في البنزين، بس ان انت تبقى منحيز لنوع معين من العربيات، موديلات وكده وشركات. انت تحب الصناعه كلها بوجه عام. احنا ما شفناش اصلا الارقام بتاعت العربيات كسبورت في الموتور سبورت حتى. ما شفناش اترفعت جامد قوي من ناحيه القوه والاداء والاداء العربيات، غير لما الكهرباء دخلت. فكر فيها كده، هتلاقي ان البوجاتي شيرو مثلا، العربيه الاقرب لقلبنا، كانت 1500 حصان. انت ممكن تلاقي الريماك نيفيرا دلوقتي فجاه 2000 1900 عادي مثلاً. جدا. تسمع عربيه ستوك بتتكلم بال 1000 الصراحة وال 2000. اللي رفع الموضوع ده جامد جدا تسلا. العربيات الكهرباء قبل تسلا غير بعدها. قبلها ما كانتش حاجه اساسا. انا لما بشوف تسلا في الشارع الصراحه بحس ان انا مبسوط عادي، فاهم، قدامي عربيه فيها تكنولوجيا حلوه، عربيه موديل في افكار جديده. هي بس فيها بعض المشاكل، تعال نتكلم بس على الحلو فيها. الحلو حاجات كتير قوي قوي. وانت لو معاك عربيه كهرباء هتبقى عارف انها دي ميزه، مش عيب ان انت يبقى الجراج بتاعك فيها عربيه كهرباء. وبالذات دلوقتي ان هم بيزودوا اللي هو المسافه اللي تقدر تقطعها، ما بقاش فيها عيوب. 600 كيلو عادي تسافر بيها في اي حته يعني. فيها ميزه رهيبه ان انت ممكن تشحنها في البيت. عمرك ما هتعرف تعمل كده في عربيه بنزين. انت مش هتجيب جراك البنزين مثلا وتعملها، حتى لو بتعرف تعمل كده مش ده عادي. ممكن يبقى في بلدك او في المنطقه اللي انت فيها في وقت معين يبقى عندك ازمه في البنزين مبقاش موجود، لكن الكهرباء طول الوقت موجوده. هتلاقي طوابير على محطات كهرباء عندك في البيت يعني. فجزء تزويدها بالطاقه، سواء انت بقول لك من واصله من البيت او حتى محطات الشحن السريع اللي في البنزينات، كويسه جدا. ويمكن بس ان في ناس بتقعد تتكلم ان لسه كبلدان عربيه مش جاهزين للنقطه دي. واحده واحده مع الوقت هتزيد طبعا. انت ده دلوقتي ما مش زي امريكا مثلا او اوروبا، ما يعيبش بس المنتج نفسه في حاجه. لا طبعا مش عندك يعني. شخصيا المنطقه اللي حوالينا احنا في القاهره الجديده مفيش بنزينه الا وفيها محطات شحن كهرباء، فهي ده ميزه رهيبه جدا فيها حته تزويدها بالطاقه دي يعني. والعمليه بتاعتها نفسها اصلا، انت العربيه فريندلي جدا، انت مش محتاج تبقى فاهم في اي حاجه تقريبا. واعطالها تعتبر قليله لان القطع اقل والصيانات اقل. الصيانات اقل. انت ما عندكش بقى فالفات بقى وكامات وزيوت، مفيش اي سوائل في زيوت بس مش زي الفيل، مش اساسيه، مش حاجه رهيبه للعربيه. فهي موفره، وقد تكون عمليه في بعض الموديلات. وفي حاجه حلوه كمان بقى، في ناس ممكن تختلف عليها، الديزاينات مختلفه. في منها بيبقى جميل جدا زي بعض موديلات تسلا، وهم بيبقوا عايزين اصلا يحط لك حاجه كده يجذبك ان انت تشتريها. بس للاسف دي برضه مش عندنا في البلاد العربيه. في حكومات بره ودول بيديك كده دعم غريب ان انت معاك عربيه كهرباء، ما بتدفعش اي حاجه خالص، انت تحس انه هيدي لك العربيه ببلاش يعني. هي عيوبها بقى هو ده اللي بيخلي الناس كده تحس انها بتهاجمها وضدها جامد قوي. وعيبها اللي هو تحس انها في دايما جمله كده انها دي التطور. العربيه التسلا بالذات التسلا انها عربيه مودرن، عربيه متقدمه عصريه، مع ان مش شرط. عادي ممكن يبقى اختيار تاني، هو ده اوبشن لازم تبقى هي حاجه واحده قدامي. مش معنى كده ان عربيات الكهرباء لما تتطور والبطاريات تخف وزنها مش عارف ايه المدى يزيد والقوه تبقى مناسبه للوزن
ان العربيات البنزين كلها هتتركن. انا ما اعتقدش ابدا ان محركات البنزين دي هتتلغي. دي حاجه تقريبا تطوير استحالة. نوع الوقود نفسه، ان هو عشان هي الفكره كلها في انبعاثات الكربون، لو عرفت توصل لها الحل ده هيبقى فيه خطر كبير اصلا على شركات لو الكهرباء. قعدت تدور كتير قوي قوي ورا انبعاثات الكربون دي هتعرف انها هتعرف ان تصنيع اصلا بطاريات العربيات الكهرباء اوحش من محركات هي البنزين. بس بتنقل التلوث من جوه المدينه. يعني انت عندك العربيات البنزين عادي العوادم بتاعتها بتبقى جوه المدينه في الشوارع، تبقى الكهرباء بس اللي هو استخراج الليثيوم والبطاريات ده من حته بعيده. تحس كل الموضوع كله دعايه، بس دعايه ناجحه جدا بس جدا. الصراحه خلينا نتكلم بجد بقى، اللي خليني نختار البنزين عن الكهرباء الصوت. انت لو سمعت محرك في 12 ستارت انجن جنبك، بلاقي في 8 يا سيدي من اي موديل او اي حاجه، سمعت عربيات دريفت في تراك او حاجه، هتبقى فاهم ان ده حاجه جميله. ده انا عايز ده حاجه انا عايز ده. في وحش قدامي بيعمل حاجه انا مش فاهمها، بس هي جامده جدا. بس زي ما اقول لك، لو الميزانيه عاليه جدا، انت المفروض معاك كومبو، معاك عربيه بنزين الاستخدام اليومي، والويكند كار هي بقى ايه الشديده جدا يعني. ما فيش ويكند كار هتبقى كهرباء، بس ممكن لا انا الحاجات قصدي الالتيميت هو العيب الواضح فعلا اصواتها وحشه جدا. كمان في موديلات الاصوات بتاعت العربيات الكهرباء تلوث سمعي. انا الصراحه بالنسبه لي تفاصيل المحركات والسيستم الدرايف ترين كله بتاع عربيات البنزين ممتع. انا احب اتكلم على حاجه كده الصراحه. يعني انت عمرك ما يعني على الاقل دلوقتي في الفتره اللي هي القصيره اللي فاتت دي مش هتلاقي حد بيقول لك انا عامل بروجكت معدل عربيه كهرباء. في امريكا بيعملوا سواب انجن في 8 على ده في تسلا. فيديوهات ضحك موجود على اليوتيوب. بس يعني ها ماشيه. حلو السؤال ده. يقول لك لو معاكم ميزانيه مفتوحه اختاروا جراج مكون من 3 سيارات. احنا دايما السؤال ده بيتسال لنا كل فيديو كده ايه. بس حلو، هو حصرهم في 3 عربيات. حلو زي ما مفتوح. زي ما بقول لك دايما الكومبو بيبقى عربيتين، واحده اس يو في سوبر اس يو في بقى بما ان الميزانيه مفتوحه، او سوبر كار. فاختار 3 كده كومبو ثلاثي. انا اعتقد في واحده واضحه جدا في مش محتاجين نختار. بوجاتي شيرون. بوجاتي شيرون تفاصيلها مرعبه فعلا، وانتوا بتحبوها جدا اصلا. احنا كل ما نعمل فيديو عليها على القناه التفاعل عليه بيبقى عالي جدا يعني. فبوجاتي شيرون اول واحده. ممكن نختار حاجه من اختار انت واحده وانا اختار الثالثه اس يو في. اس يو في. اختار الثالثه. خلاص ما انت كده ما ما بقاش غيرها اصلا يعني. المرسيدس الاس ال اس العربيه دي رهيبه تحفه حقيقي، حتى لو عدى عليها مده. اي ام جي ابدعوا فيها الصراحه كديزاين، رهيبه كمحرك، فيها كل حاجه من كاداء. يتقال عليها عربيه تايمليس، تصميم جميل جدا. انا بحب الخط كله، حتى الجي تي اللي ظهرت من بعدها. بس كمان دي فيها حاجات كانت دي اول عربيه اي ام جي هم اللي يعملوها، هم اللي يصمموها كلها. القصه اللي بيحكوها اللي هو العربيه جايه من الهيستوري بتاع الشركه القديم. الابواب انت لو الجال وينج ده اتفتح خلاص كله هيفضل قاعد ساكت. اس ال اس بوجاتي شيرون. الثالثه ممكن تبقى زي ما بقول لك نختار حاجه اس يو في، ولا انت عايز تختار حاجه عاديه؟ الماركت بتاع الاس يو في كتير قوي، والجداد في منهم عالي عالي عالي. مش عارف. الطبيعي ان انت لو مكاني هتختار لامبورجيني اوروس، فيها كل حاجه يعني. بس عايز اميل لحاجه افخم شويه، لاكجري. انت قلت ميزانيه مفتوحه انت نختار حاجه لاكجري. كولن ممكن. كولن عربيه عظيمه يعني، ما حدش يقدر يقول غير كده. لا بقول لك انا جبتها في جزء الحته الفخمه، فهي خلاص هتكسب. برضو الكيان تربو جديده قويه جدا. تربو جي تي كمان حاجه هبل يعني. فانت فاهم هتبقى الاس يو في محصور في الحته دي اللي هي السوبر اس يو في الاوروبي يعني. وكل مره هنتسال السؤال ده حتى لو بعد 5 دقايق من دلوقتي هتلاقي الاجابات اتغيرت، بس الشيرون ثابته يعني. الشيرون ثابته. ماشي. في سؤال حلو، انا عارفك بتكتب لنا كومنتات كتير قوي على القناه، احمد محمود، فتحياتي ليك. يقول لك ايه توقعاتكم لايفنت جنبول اللي هيتعمل في مصر السنه اللي جايه؟ اولا انا اشك ان الايفنت ده يتعمل في مصر. انا عارف ان انت عرفت عن الايفنت ده من محمود سمير تقريبا، وانا دخلت كلمته قلت له كويس جدا ان انت عملت حاجه زي كده. هو كلم الفاوندر بتاع الايفنت اسمه ماكس تقريبا، كلمه باسم الكلاب اللي هم عاملينه هنا ان هم يستضيفوهم في مصر. هم السنه دي كانوا في لندن، السنه اللي فاتت راحوا دبي ودخلوا على عمان. هو ليهم خريطه بيمشوا فيها. فالايفنت ده يعني مش عارف من كتر ما هو قوي جدا، انت لو متابع تفاصيله هتعرف انه صعب جدا يجي في البلد بتاعتنا. قوي جدا. العربيات دي كلها هتخش وانت عايز لها مسار. خليني اكلمك بامانه بقى، الشوارع هنا مش كويسه جدا، تكاد تكون جودتها سيئه بالنسبه للشوارع اللي في اوروبا اللي هم بيمشوا عليها. حتى انا بقول لك لما جم الميدل ايست راحوا دبي، فهنا الشوارع هناك حرير خالص يعني.
فدي اول حاجه، انا اشك الصراحه ان الايفنت ده يتعمل على الاقل السنه الجايه. انا عايزك تتخيل معايا ديمون فراير اللي هو الدي دي اي دي اللي دريفن اكزوتكس جه هنا وعمل الدوشه والشغب اللي هو بيعمله ده في الشارع. توقفوا ازاي هناك يعني فاهم بيمنعوه من دخول الفنادق وكده. وبعدين هو مش لوحده، ده كل اليوتيوبرز الاوروبيين موجودين في المكان. بتتكلم على اكزوتكس بطريقه مجنونه، سوبر اكزوتكس بشكل بتتكلم رالي. على اس في جي، عربيات بوجاتي، عربيات كلاسيك قديمه، معاهم شماريخ اي عربيات غاليه وفي خروج عن السيطره كبير جدا. البوليس هيتعامل معاهم هنا ازاي؟ بس اكيد احب جدا اشوف الايفنت ده موجود هنا. انا هبات في الشارع اصلا احب ايه، لان الايفنت ده بياخد مده، مش يوم واحد، بتبقى رحله. فاتمنى ان هو يبقى حاجه حقيقيه مش مجرد بس لحد كلام. دلوقتي هو ما فيش اي خبر غير اللي هو كلام محمود سمير ثقه الصراحه، بس هو خبر واحد فممكن ما يبقاش في تبعات حصلت بعد كده. بس نتمنى نشوف السنه اللي جايه مخبيه لنا ايه. لا الكاميرا فصلت كالعاده كالعاده لو السيتنجز او الشكل العام اتغير فايزي عادي يعني. في سؤال بيقول ايه نوع عربيتك وايه سياره احلامك قريبه المنال؟ ماشي. قريبه المنال اشمعنى ان احنا بنتكلم على محتوى العربيات الغاليه والسريعه جدا والنادره، ان احنا عربيتنا تكون حاجه سبورت قويه جدا. انا اتمنى يعني يا ريت، بس زي ما قلت لك الميزانيه بتحكم. فاحنا حاليا عربيتنا ميتسوبيشي لانسر الموديل بتاع 2008 اللي في مصر مش عارف ليه هم مسمينه بوما. اسم سخيف جدا يعني صراحه، بس عادي يعني في اسامي اوحش منه. كل بلد ليها مصطلحات كده، بالذات في بي ام مشهور الحكايه دي. مرسيدس كانوا مسمينها الخنزيره في موديل كده يعني احنا رحبه يعني بوما شغال. فاحنا بوما، وبعد حتى اللانسر اللي بعد كده القرش، وقبلها مش عارف كريستالا. عادي لذيذه يعني. عربيه ما فيهاش عربيه اقتصاديه عاديه عمليه جدا الصراحه. 1600 سي هو ده المشهور اصلا بالعربيات الياباني انها عمليه. يعني اتعلمنا فيها كل حاجه الصراحه، كانت يعني مهمه جدا بالنسبه لنا، بالنسبه للقناه كمان واخدينها كبروجكت، بس مفيش حاجه بتتصور، احنا بس بنفك الحاجه صيانه والكلام ده. ايه عربيه احلامك قريبه المنال؟ ده نص السؤال الحلو ده لازم قريبه المنال. زي ما اقول لك كده، سعر الصرف خلى مفيش حاجه قريبه المنال قوي يعني. فاحنا قبل قريبه المنال مفيش قريبه اصلا. كنا عايزين نجيب شروكو. فولكس انا احب فكره العربيات الكوبيه والهاتشباك برضو. اوعى ده خليه بقى بقول لك خليه ثابت على رجلينا. الكوبيه السبورت بحب جدا الفكره دي. هي الشروكو كانت قريبه قوي في اخر السنه اللي فاتت. كانت جميله بس زي ما بقول لك طارت يا جماعه. الديزاين بتاعها جميل كمان، فمفيش حاجه قريبه قوي، بس احنا اللي بنحبها جدا عشان هي تعتبر انتري. يعني البورش بوكستر 718 هي ده الانتري ليفل بتاع بورش. والبوكستر شئت ان ابيت بوكستر مش الكيمنج كمان. لا تحديد نفتح السقف وحركات. لا جامده جدا جدا. فلات فور ميد انجن الماني، ما فيهاش غلطه بالنسبه للانتري يعني. بالظبط. انت ممكن اصلا كمان الموتور بتاعه تقعد يتعدل حاجات جي تي اس بقى هي تعتبر بكام بره؟ $60,000 $70,000 بينزل منها جديد لسه. تيجي بقى في مصر هنا تلاقيها مثلا اخر مره سالت عليها، انا ما بقتش اسال اصلا على اسعار عربيات، خلاص جالي احباط. 3-4 مليون 3 مليون عد عادي لو اتقال لك ب 10 مليون هتبقى هو ده السوق بتاعنا. 3 مليون فهي بس كده. احنا بنحب البوكسر جدا. وبحب برضو الستة سلندر بتاع بي ام القديم، مش قديم قوي يعني، من 5-7 سنين بس كده. ده اللي احنا نحب يبقوا معانا دلوقتي. خلينا انا اسالك السؤال ده برضو، انا عارف ان انا سالتك كتير في الحلقه، مفيش غير ده. لو عايز ابدا قناه بتتكلم فيها عن العربيات زيكم، تنصحوني بايه؟ بس ما فيش نصيحه معينه يعني. انت عايز تبدا يوتيوب وعايز تبدا كلام على العربيات، حاجتين مع بعض. البدايه هي اهم حاجه، ابدا وخلاص. لازم تبقى عارف ان كل واحد ليه تجربته الشخصيه، اللي حصل معانا غير اللي هيحصل معاك غير اللي هيحصل مع غيرك. فهو زي ما بقول لك كده، البدايه ابدا وخلاص بقى. مع الوقت انت هتتطور واليوتيوب هيجبرك على الموضوع ده. وشوف انت معاك ايه يعني. انت لو تقدر توصل لعربيات تصورها زي اللي هم الشباب السبوترز الموجودين في اوروبا، شمي والناس اللي هي السترادمان وكده بداوا كده، صورهم. عايز تتكلم على حاجه معينه في الميكانيكا، تبقى القناه كلها معروفه انها بتتكلم في المواتير وتعديلها وتطويرها وازاي العربيه بتبقى سريعه وكده، اتكلم. يعني تنزل في ورش، حط اوتلاين للفكره هتبقى عامله ازاي، حدد نوع محتوى واحد معين هو ده اللي انت هتبدا بيه. ولو عايز نصيحه واحده، الصوت، حاول تهتم بجوده الصوت جامد جدا في الفيديوهات، لان انا بحس اليوتيوب بينشر الفيديوهات بناء على الصوت اكتر من الصوره كمان. دي الحاجه اللي احنا طورنا نفسنا فيها جامد. احنا مالناش في كاميرات قوي، ان احنا فين وفين بنصور. الجزء بتاع التكنولوجي ده اساسا يعني وجع دماغ خالص عن الصرف في حته الكاميرات. وعشان تصدقني في موضوع الصوت ده، الترند اللي طالع دلوقتي في البودكاستات هتلاقيهم كلهم ماسكين مايك معين كده. شور ده مايك ده احنا كنا عايزين نجيبه بس غالي، ده $400 $400 قريب من غير الستاند. فهم كلهم بيهتموا جدا بجوده الصوت، عشان كده تلاقي فيه بودكاستات معديه جامد قوي يعني. فحدد نوع محتوى معين، اهتم بالصوت.
وما ترفعش ما ترفعش سقف توقعاتك. ما تبقاش متخيل مثلا ان انت اول ما تبدا خلاص بقى عشان انت بتعمل حاجه انت شايفها حلوه وهي ممكن تكون حلوه فعلا ان هيبقى عليها نجاح رهيب. يعني عادي ممكن تبقى حاجه واتنست. يعني انت بعد ما تبدا لازم تكمل فيها فتره كبيره جدا جدا بقى. خليك عنيد يعني. ممكن توصل ان انت فاهم يعني تعمل كده مش هتوقف يعني. هنوقف لحد كده، ولو لقينا اسئله تانية حلوه موجوده في الكوميونتي انا ما خدتش بالي منها ممكن نبقى نجاوب على الانستجرام. بالظبط. ده خليك تخش تعمل لنا فولو على الانستجرام. اكونت الانستجرام مظلوم عندنا، مع اننا والله بنتصور مع عربيات كتير قويه اوروبي وسوبر كارز وحركات. فبس كده، اكتب لنا في الكومنتات عايز تشوف منا ايه تاني في الفيديوهات العاديه. عايزين بقى مواضيع خطيره، مواضيع انا احب اخش كده ادور عليها اجيب اخرها ونعملها لكم في فيديو. بس كده، سلام. سلام.